السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا النهاردة في مطبخي، معكم شيماء صابر. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي. هي ممكن تقدميها ممكن تبقى في عشاء، ممكن مع الأكل كده جنب أكل زي مثلا بانيه، بوفتيك، الحاجات اللي هي المقليات دي أو المشويات برضو. لو اتقدمت برضو في العزومات جنب الأصناف اللي بنبقى عاملينها بيبقى حلو قوي، طعمها جميل. هي الكانيلوني. هنعمل كانيلوني النهارده باللحمه المفرومه. تعالوا بقى اقول لكم على طريقتها. هي انا عندي للعجين كوبايتين دقيق وكوبايتين لبن وبيضتين صغيرين. طبعا بيضتين يبقى بيض يبقى لازم نحط عليه خل، انا حاطه عليها معلقه صغيره خل. وعندي هنا ملح وفلفل اسود بس. ده كده للعجين اللي هي الكانيلوني. في عندي بقى للحشوة في لحمة مفرومة بقى معصجة. احنا عملناها قبل كده مع بعض كتير، برضو هفكرك تتعمل ازاي. هي بصلاية بتاخديها كده تتقطع مكعبات وتتشوح في معلقة سمنة كده، بتسيبيها لما بس تدبل، وبعدين نحط عليها اللحمة ونقلبها مع بعض كويس قوي، نحط عليها ملح وفلفل اسود ونسيبها لغاية لما تنشف ميتها خالص وتتعصج حلو. كده هي تمام. عايزه بقى بتحطي عليها معلقه صلصه، عايزه تحطي عليها عصير طماطميه صغيره، مش عايزه تحطي عليها وتسيبيها كده. كل الخيارات قدامك. وعندي هنا معلقه صلصه بس عشان هدهن بيها الكانيلوني من فوق. وعندي هنا 3 انواع جبن، عندي جبنه موتزاريلا وجبنه رومي وجبنه شيدر مبشورين. عايزه تعملي برومي بس هتبقى حلوه جدا برضو. انا عندي بقى هنبتدي دلوقتي الاول في مقادير الكانيلوني. الكريب بتاعنا ده احنا عملنا قبل كده الكريب، بس الكريب الاصلي اللي هو بتاع المحلات ده بقى للكانيلوني حاطين مزودين فيه البيض واللبن. هحط دلوقتي البيض، هحط عليها الملح والفلفل، وهحط اللبن، وهحط الدقيق. الدقيق بقى بيبقى على حسب نوع الدقيق، هنحتاج الاتنين كلهم او ما نحتاجهمش او نزود منه، يعني بيبقى على حسب نوع الدقيق. بس هو الوصفة الاصلية ان هي الدقيق قد اللبن. وهنشوف برضو العجين هيبقى شكله عامل ازاي. انا ما حطيتهمش كلهم، لما اقعد اضرب ده في الخلاط واشوف القوام عامل ازاي هروح اضربه في الخلاط وهنرجع مع بعض. كده بقى انا ضربت كل الخليط اهو في الخلاط وبقى السمك اللي احنا شايفينه ده. انا احتاجت بس معلقه دقيق واحده. شايفين السمك اهو، شايفين؟ ولا هو التقيل ولا هو الخفيف زي الكريب اللي احنا عملناه قبل كده. وطبعا مظبطه بقى الملح بتاعي وكله. هجيب بقى الطاسه اللي انا هشتغل بيها، حاطه فيها حبه زيت صغيرين زي ما احنا شايفين، وهجيب بس منديل وبعدين همسح في المنديل كده كده. همسح بحته تانية بس كده، يبقى اللي هو ممسوح مسح بس كده بالزيت، مش مدهون زيت. شايفين؟ هبتدي بقى اعمل كده. على النار بقى هنروح على البوتاجاز ونشوف هنسوي الكريب بتاعنا ازاي. وبكده بقى الصينيه الطاسه بتاعتنا اهي دافيه بس مش سخنه قوي، والخليط بتاعنا احنا صفيناه بعد ما ضربناه في الخلاط وشايفين السمك بتاعه. هاخد بقى منه حبه كده صغيرين وهبتدي احط كده، اخليها تلف معايا الصينيه كلها بس كده. هحطها بقى لما تستوي النار متوسطه كده، وهسيبها لما تستوي. شايفين لونها بيبتدي يغير من هنا اهو زي ما احنا شايفين كده، لغايه لما كلها تستوي هبتدي اقلبها واسويها الناحيه التانية كمان. هي شوفوا اول ما بتستوي كمان بتلاقيها ثابت الجناب بتاعتها اهي. شوفوا هتتقلب في ثانيه كده. وهبتدي اعملها من جوه كمان من الناحيه التانية اسويها. شايفين مش لازقه ازاي؟
هسويها بس كده، واجيب بقى طبق واحط فيه واخلص احط فوقه من غير اي فواصل ولا اي حاجه. انا دلوقتي هخلص الكميه بتاعتي وبعدين نرجع نشوف مع بعض هنكمل ازاي. حبيت اوريكم واحده كمان تانية اهي. ماشي. انا عايزه اقولك كمان ان احنا بعد مثلا كل 3-4 كريبات مسحه الزيت اللي في المنديل دي هبتدي اعملها. هتبتدي بقى تستوي اهي. اشيلها بقى واقلبها من الناحيه التانية زي ما احنا شايفين، حلوه جدا. حته ان انت تصفيها بعد ما تخلصيها دي بتخلي العجينه ناعمه وجميله جدا. وبعدين كمان في حاجه كمان، قلنا الصينيه الطاسه بتاعتنا ما تبقاش سخنه قوي عشان اول ما احط العجين بتاع الكريب ده ما يلزقش في مكان ما حطيته وتستوي فيها ما تتعملش تتفردش. شوفوا احنا كنا بنعمل كده عشان تتفرد وتبقى حلوه. شايفين رقيقه ازاي ورقيقه، ما فيهاش تكتلات ولا تخينه. هنحط حبه صغيرين ونعمل كده لغايه لما تستوي. هكمل بقى ونرجع مع بعض. دلوقتي بقى الكميه كلها اتعملت اهي، وزي ما احنا شايفين يعني طري جدا وما بيلزقش في بعض ولا حاجه اهو. شايفينها اهي، ولا اي حاجه ولا نحط فواصل ولا اي حاجه. انا هجيب دلوقتي الكانيلوني بتاعي اهو. الناحيه اللي هي بنلاقي في ناحيه ناعمه قوي زي كده وناحيه بتبقى محببه كده، انا هحط اللحمه من الناحيه دي عشان لما الف تبقى الناحيه الناعمه الحلوه دي هي اللي بره وهي اللي باينه لنا. ماشي. انا دلوقتي هوريكي بقى هنلف. هنحط هنا لحمه، وعلى فكره ممكن كمان تتحشي بجبنه مثلا وزيتون، جبنه رومي مثلا وزيتون وجبنه شيدر ومعاها برضو موتزاريلا. ممكن نحط معاهم فلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم، يعني اللي يعجبك خالص. يبقى يعني ليكي مطلق الحريه في ان انت تختاري الحشوه بتاعتك على حسب اللي عندك. وكمان ممكن اللحمه دي نقطع فيها برضو فلفل الوان، هتبقى طعمها حلو برضو. انا دلوقتي ايه هحط بس كده اللحمه وهلف كده بس كده. انا عندي ايه، عندي هنا الصينيه بتاعتي انا دهنتها بالزيت كويس، وبعدين هحط فيها الكانيلوني بتاعي. بصوا هو مقفول، حتى مقفول كده عادي اهو، ولا يتفتح تاني ولا حاجه. هحط بقى الحته دي تحت وهحطها كده. هرص بقى، انا هعمل الباقي وهحطه جنب بعض جنب بعض عادي، مش لازم نسيب مسافات، جنب بعض على طول. خلاص انا هعملهم ونرجع مع بعض نشوف بقى هنكمل ازاي. بكده خلصت كل لف الكانيلوني معانا. الصلصه بقى بتاعتنا حطيت عليها شويه ميه صغيرين وهقلبهم كده. افككها بس من بعضها عشان ما تبقاش جامده كده، اعرف ان انا ادهنها. ممكن بقى نحشي الكانيلوني ده برضو فراخ، نعملها زي الشاورما كده. ممكن بقى زي ما احنا قلنا الخضار والجبنه. وممكن كمان تعملي نص الكميه، مش لازم كل الكميه، يعني ايه ممكن تنصصي الكميات. دلوقتي الصلصه اهي. مش هحط عليها اي اضافات. لو عايزه تعملي بالبشاميل، في ناس بقى بيعملوه بالبشاميل، يعملوا بشاميل خفيف شويه وبيحطوه عليها كده، وبعدين يحطوا عليها شويه صلصه صغيرين ويحطوا بعد كده الجبن. انا بصراحه بحبها كده بالصلصه والجبن بس، ما بحبهاش بالبشاميل، فحبيت ان انا اشارككم الوصفه بتاعتي. بس لو انت بقى حابه تحطي عليها بشاميل عادي، ممكن تعملي كده برضو شويه صلصه زي كده. هيبقى اخف من كده شويه يعني الصلصه، وتحطي بقى بشاميل خفيف وعليه الجبن. الميزه في الوصفه دي ان انت بتعرفي تشتغلي فيها، تظبطي بقى حشوه مختلفه، ممكن تظبطي الوش بتاعها مختلف، يعني زي ما انت عايزه بتعملي. انا هكمل بس كل الكانيلوني هعمله من هنا، حتى الاطراف دي بتبقى حلوه قوي لما بتقرمش كده، بتبقى مقرمشه حلوه. هخلص الباقي كله ونرجع مع بعض نكمل مع بعض. كده خلصت كل الصلصه، دهنا كل الكانيلوني معانا بالصلصه والحروف زي ما احنا قلنا كده. هبتدي ان انا احط ايه الجبن بقى. احط دلوقتي الاول عليها، لما بيبقى عليها على طول الجبنه الرومي بتدي طعم حلو قوي.
كده. احط عليها شوية شيدر برضو، وشوية موتزاريلا. انا بحب الجبنة عليها كتير صراحة. تبقى تحطي ايه اقل من كده ماشي. احطها بقى في الفرن، وبعدين نسيبها لما تتحمر كل حاجة فيها مستوية، هي بس لغاية لما يحمر وشها وتمسك كده مع بعض شوية بس. خلاص كده اهي. هحطها بقى في الفرن عادي على الرف في النص كده، على درجة حرارة عالية. ويعني لو درجات حرارة عندك تبقى مثلا 220، لو كده ممكن تعمليها على اعلى حاجة عندك عادي. احنا بس عايزينها بسرعة كده تتعمل. ونشوف بقى بعد ما تستوي هتاخد وش حلو كده، ونقدمها مع بعض. وادي الصينية طلعت معانا اهي، شايفين طرية وحلوة ازاي، وما بيلزقش معانا ولا اي حاجة. شايفين الصينية مش لازق، وطالعه معانا الواحده بوحدتها اهي، حلوه جدا. وطعمها والريحه بقى مش قادره اقول لكم. انا هروح اقدمها دلوقتي ونشوفها مع بعض بعد التقديم هيبقى شكلها عامل ازاي. وبكده بقى قدمنا الكانيلوني اهو، شايفين عامل ازاي، شكله حلو جدا وطعمه خرافه. وشايفين كمان اهو طري. بصوا كمان افتح واحده، طعمها حلو جدا بصراحة. يعني لو جربتوها هيعجبكم. ولو عجبتك الوصفة ياريت لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.